وصفات الكفتة المشوية. نص كيلو مفروم وعليه خلطة التوابل اللي انا عاملاها، هكتبها لكم في الوصفة او الكابشن، وعليها بياض بيضة، وعليهم بصلة مفرومة ومتصفية كويس، وادي الطريقة اللي هنصفيهم بيها. هنخلي مية البصل على جنب عشان هنشتغل بيها بعد كده. هنقلبهم في بعض وهناخد نص الكمية هنحطها في الكبة او الخلاط، هننعمها شوية وبعدين نرجعهم تاني، نقلب الكمية كلها في بعض كويس جدا. هنجيب بقى مية البصل هنقسمها على نصين، نص هنصبع بيه والنص التاني هنعمل بيه الخلطة اللي هندهن بيها الكفتة بتاعتنا. هنشكل بقى الكفتة بتاعتنا بالشكل اللي احنا عايزينه، كور او صوابع زي ما انتوا عايزين، والحجم طبعا اللي انتوا عايزينه. بعد ما نخلص هنحطها لمدة ساعة على الاقل في التلاجة تجمد شوية. نجهز بقى الخلطة اللي هندهن بيها. هنحط على مية البصل معلقتين كبار من الزيت، وعلى الاقل 3 معالق كبار من الكاتشب. هنطلع بقى الكفتة من التلاجة ونحطها في العيدان الخشب بتاعة الشوي، ونحطها على الصينية بالشكل ده. هنبدأ بقى ندهن الكفتة بالخلطة اللي احنا مجهزينها. هندخلها بعد كده الفرن على الرف اللي في النص على درجة الحرارة الاول 180 لمدة 20 دقيقة، وبعدين نقلل درجة الحرارة شوية ونسيبها من 20 ل 25 دقيقة عشان تستوي كويس. ده شكلها بعد ما طلع. مش قادرة احكي لكم بقى الطعم والريحة، وفيها الشدة الحلوة بتاعة كفتة الحاتي اللي بنجيبها من بره.